احنا اخر الشهر ده هنقعد القعدة دي ان شاء الله، والمحافظين ومدير الامن وقادة الجيوش والمناطق و20 شاب من كل محافظة عشان نشوف احنا عملنا ايه. بالمناسبة في اراضي كانت ناس حاطة ايديها عليها بتقول انها هتاخد حقها مني انا. مفيش في الدولة حد فوق القانون وفوق الحق. هقولها تاني. في ناس فاكرة ان هي فوق القانون وفوق الحقوق. انا بقول لهم مفيش حد فوق القانون وفوق الحق خالص. اللي فوق القانون هو القانون، واللي فوق الحق هو الحق. انما حد يتصور يقول لك لا لا. ولو سمحتم، انا قلت اخر الشهر ده عشان اكد للمصريين ان هم قادرين على ان هم مش يستعيدوا الارض بتاعتي ولا بتاعت الحكومة. دي ارض الناس، ارض مصر، ارض المصريين، ارض الابناء اللي قادمين. ما يجيش يقول لك ده خد 5000 فدان وده خد 2000 فدان وده خد 20,000 فدان وده خد لا لا، ولا متر ارض. وهقول لكم حاجه للمحافظين وللمواطنين اللي موجودين في كل محافظه. مش عارف التعبير ده هينفع اقوله ولا ما ينفعش. ما يبقاش رجاله وعندنا مروءه لما نسمح ان حد يمد ايده على ارض بلده ويسيبها له. أدي مأمور اسم ولا مدير أمن ولا محافظ ولا مجلس محلي يسمح إنه يتسرق؟ اللي بياخد الأرض ده لص مغتصب. اللي بياخد أرض مصر ملوش، حتى لو خد 1,000,000 فدان، هو لص ومغتصب وحرامي. هو حرامي ايا ما كان هو مين، ايا ما كان هو مين. هو حرامي بياخد اموال الغلابه، فاكر بنفوذه او باي حاجه تانيه. طول ما انا عايش على وش الدنيا وفي مكاني ده قسما بالله ما هسيب حد ياخد حاجه، والله ما هسيب حد ياخد حاجه. واللي عايز يتحداني، انا بقول الكلام ده للي بسمع الناس كلها، واللي عايز يتحداني بيتحدى حق من حقوق ربنا في الارض. ليه؟ لان انا ما عنديش مصلحه. انا مش بعمل كده لا بيني وبين حد مشكله ولا طار ولا اي حاجه. انا بيني وبينك حق ربنا.